السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القمة المرتقبة بين الرجاء والوداد في نصف نهائي كأس العرش، قد تم تغيير في توقيت المواجهة. أجرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعديلا على موعد مباراة مهمة في نصف نهائي كأس العرش لموسم 2021 و 2022. تم تغيير توقيت المباراة المرتقبة بين الوداد والرجاء في الديربي البيضاوي التي ستقام في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. سيتم انطلاق المباراة في الساعة 6 مساء يوم الأحد الموافق للتاسع يوليوز الحالي، بدلا من الساعة 5 كما كان مقرر في وقت سابق. تم اتخاذ هذا التعديل بناء على تأثير ارتفاع درجات الحرارة في المملكة خلال الأيام الأخيرة، مما استدعى إعادة النظر في توقيت المباراة. يجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء في نصف نهائي كأس العرش لموسم 2021-2022 ستكون بإدارة الحكم رضوان جيد بمساعدة الحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، كما تم تعيين سمير الكزاز كحكم رئيس في غرفة الفار. ويسعى كل من الفريقين الظفر بهذا اللقب، فالوداد تبحث عن اللقب العاشر في المسابقة التي لم يفز بها منذ أكثر من 20 عاما، وتحديدا من نسخة موسم 2000 و2001، بينما يسعى الرجاء للفوز بتاسع ألقاب في بطولة الكأس العرش بعد نسخة أعوام 1974 و1977 و1982 و1996 وفي 2002 و2005 ثم 2012 و2017. ويتصدر الجيش الملكي ترتيب الأندية الأكثر فوزا بهذا اللقب ب 12 لقبا آخرها عام 2020.